مكاسب الريال النهارده كتير. اول مكسب جاريث بيل كأداء عالي جدا، المكسب الثاني كريم بنزيما مستوى رائع، المكسب الثالث ان رونالدو عمل هاتريك ووصل 11 هدف مع ديجو كوستا، المكسب الخامس انه دخل في الحته النفسيه في الضغط اكتر على البارسا وعلى اتلتيكو مدريد، واعتقد ان ده شيء ممتاز جدا. يمكن وبرضه انا شايف ان ظهور خط دفاع الريال بهذا الشكل الكارثي مكسب لانشيلوتي في المباريات القادمه، لانه دخل على دوري ابطال اوروبا، دخل على مباراه حساسه ومهمه جدا هتوضح مدى الثغرات. عوده اكسابي الونسو لوسط الملعب مكسب كبير جدا للريال، فالمباراه كلها مكان يسجل اليوم. هذا هو طبعا يمكن اللي انطبق على ريال مدريد ان ريال مدريد عنده رباعي امامي في رايي من اصعب ما يمكن ومن افضل ما يمكن موجودين على الساحه الاوروبيه. اتكلم على اسكو لاعب ممتاز، جاريث بيل النهارده يمكن العوده للفورمه مره ثانيه، نفس الموضوع رونالدو وكريم بنزيما، فالرباعي ممتاز جدا. يمكن انشيلوتي النهارده لعب على حاجتين، الحاجه الاولى 4-1-2-3 في الشوط الاول، الواحد كان راميندو واثنين اسكو وخضيره وثلاثه قدامه رونالدو جاريث بيل وكريم بنزيما. الشوط الثاني عدل لانه خاف من جرأة إمري وخاف من الامكانيات الفنيه اللي فيها الثلاثي الامامي بتوع فرقه سيفيليا اذا كان فيتيلو اباكا او خيرو. لعب 4-2-1-3، حط خضيره مع يارامندي، يمكن ظبط نص الملعب شويه، لكن مع هذا برضه كابتن يوسف الجزئيه ان حته المساحات اللي موجوده ونص الملعب كانت كتيره جدا. عجبني كمان الراجل اللي هو إمري انه عدل في طريقته بعد الهدف الخامس، لعب بثلاث مدافعين، طلع كاسيرو قدام وخلى فيه ثلاث لاعبين فقط غيره، لكن طبعا في فارق كبير جدا ما بين السرعات اللي موجوده عند جاريث بيل ورونالدو وكريم بنزيما، ما بين المهاره الفرديه اللي موجوده عند الثلاثي الامامي، بالاضافه طبعا انت تشتغل على الطرفين بتوع الملعب لجاريث بيل ورونالدو، عملوا شغل كتير جدا، وده اللي نجح الريال انه يخش فرق الاهداف الكبير، وده هذا الهدف الاخير اللي عمله مارسيلو كمان لكريم بنزيما. احنا بنتكلم على حصيله ثلاث لاعبين مهاجمين جايبين 7 اهداف في مباراه واحده، ما معناه انه معدل ممتاز، معدل جبار. في بعض الاوقات بنلاقي لعيبه وسط الملعب بيحرز اهداف زي ما شفنا راكيتيتش النهارده، ولكن ثلاثي زي جاريث بيل وكريم بنزيما ورونالدو يتسابقوا على الاهداف، اعتقد ان دي اضافه او سلاح جديد للريال ممكن يخوف بيه الانديه كتير جدا حتى على المستوى الاوروبي، ولكن تبقى المشكله الحقيقيه هي خط دفاع وراء اطرافه، الطرف اليمين والطرف الشمال. ولكن برضو عوده اكسابي الونسو النهارده انا شايف انها هتعمل تامين كبير وهتعمل قياده لوسط الملعب، لان الريال محتاج ليدر قوي في وسط الملعب بيعمل الاتزان على طرفي الملعب اللي هم سيئين جدا، مارسيلو على المستوى الدفاعي واربيلو كمان على المستوى الاسوأ منه. يعني انا اعتقد لو كريم بنزيما استمر لنهايه السيزون بهذا المستوى اللي شفناه النهارده في النص ساعه الاولى تحديدا كمان، اعتقد انه ممكن يكون من هدافين الدوري الاسباني، دي ما حصلتش قبل كده، وممكن يكون من هدافين اوروبا كمان، ويبقى في عنده طفره في ادائه على مستوى احراز الاهداف زي ما اتكلم الكابتن يوسف، وعلى مستوى صناعه اللعب، وده نادر تلاقيه في راس الحربه. وانا اعتقد ان التحركات العاليه بتاعه اللي هي اللامركزيه لجاريث بيل ورونالدو برده مديه شغل ممتاز جدا لكريم بنزيما، واضح النهارده انه فعلا في التوب او في الفورمه، وده اضافه لانشيلوتي، اضافه جديده لخط هجوم الفريق الريال. بنزيما مهاريا